الأصدقاء الأعزاء، مساء الخير. كان من المفترض أنه أكون اليوم في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في حفل تقديم جوائز للفائزين بجائزة كاتارا للرواية العربية، بصفتي أحد الفائزين الخمسة بهذه الجائزة عن روايتي وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال، الصادرة عن دار سؤال في بيروت نهاية العام الفائت. لكن أسباب تقنية حالت دون المشاركة. هاي الأسباب التقنية تتعلق بجواز السفر. جواز سفر لم يخولني دخول دولة قطر، إجراءات قانونية معتمدة لديهم. الجواز تبعي ترافل دوكومنت يمنح لي يعني المقيمين وحاصلي على اللجوء السياسي. على أي حال أردت أن أكون ولو عبر هذا الفيديو أن يكون لي حضور ومشاركة رمزية مع الأصدقاء والزملاء الفائزين بالجائزة، سواء المشاركين بفئة الروايات المنشورة أو الروايات الغير منشورة والدراسات النقدية، نكون معهم يعني في هالنشاط، هالاحتفال المهم بصراحة. جائزة كاتارا للرواية العربية من النشاطات الثقافية الجد مهمة، التي خلقت حيزا وتفاعلا واسع النطاق إعلاميا وأدبيا على مستوى العالم العربي وحتى خارج العالم العربي أيضا. هل الفوز بالنسبة لي لا أعتبر نفسي الوحيد، يعني الفائز بجائزة كاتارا، إنما أجد أن هنالك شركاء معي ساهموا بشكل أو بآخر في هذا الفوز، وأجد أنه من واجبي ويتحتم علي تقديم الشكر الشكر والتقدير والاحترام الشديد لكل هؤلاء الشركاء في إنجاز هذا العمل. وأخص بالذكر أولا زوجتي، التي يعني حاولت أن توفر لي كل أسباب الراحة كي أركز في الكتابة. كانت وما زالت يعني تحاول أن تخلق لي الهامش والمناخ الملائم للتركيز على الكتابة، فهي أولى المشاركين في هذا العمل عبر مساهمتها هذه. كذلك أشكر وجه جزيل الشكر لدار سؤال في بيروت. دار سؤال هي من دور النشر اللبنانية الجديدة، تأسست عام 2014. هي أيضا يعني شريكة، هذه الدار شريكة في هذا النجاح وهذا الإنجاز. أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للمديرة التنفيذية للدار السيدة كريستيان العنان، وللأستاذ إيهاب أيضا بالشكر والتقدير والاحترام.
على رعايتهم وطباعتهم لهذا الكتاب حتى وصل بهذه الصورة الأنيقة لأيدي القراء. كما أشكر يعني كل العاملين في الدار من لجنة القراءة التي قرأت المخطوط، من المسؤول الفني، دائرة التسويق، كل العاملين في دار سؤال على جهدهم الذي بذلوه حتى يظهر هذا العمل إلى النور ويصل إلى أيدي القراء. كما يعني أيضا السيدة كريستيان بصراحة بذلت جهدا مضاعفا عبر إرسالها نسخ مطبوعة من الرواية من بيروت إلى الدوحة لإتمام إجراءات المشاركة في هذه المسابقة. أيضا أشكر كل الأصدقاء الصحفيين، الكتاب، النقاد، الأدباء الذين أيضا كتبوا عن العمل سواء بمقالة نقدية أو دراسة أو خبر أو إجراء حوار صحفي تناول هاي التجربة. أعتبرهم أيضا شركاء لي في هذا النجاح. كما أيضا أشكر جائزة كاتارا، الحي الثقافي في دولة قطر، كاتارا، وجائزة كاتارا للرواية العربية، ولجنة التحكيم، كل أعضاء لجنة التحكيم في مختلف مراحل التحكيم التي مرت بها الروايات. أشكرهم جزيل الشكر على منحهم الثقة لوطأة اليقين، وهم بذلك يعني وضعوني تحت وطأة مسؤولية ثقافية وإبداعية أخرى، على أن أكون عند حسن ظن هاي اللجنة وهاي المؤسسة والقراء بالدرجة الأولى، وأن أنجز عملا آخر يتجاوز من حيث الشكل والمضمون والمعالجة هذا العمل. النجاح مسؤولية، ومسؤولية كبيرة بصراحة، خاصة بالنسبة لي، لأنه هاي الرواية هي تجربتي الأولى، خطوتي الأولى في حقل الكتابة الروائية، أن تلقى هذا الاهتمام من لجنة التحكيم وأن تثير انتباههم. يعني هذا كان هدفي. وبصراحة يعني بالنسبة لي وصول هذا العمل، هذه الرواية، إلى المرحلة النهائية وسط زحام المشاركين، يعني بحدود 470 عمل روائي مطبوع شارك في هذه المسابقة. وصول روايتي للمرحلة النهائية بحد ذاته أعتبره إنجازا ونجاحا، فما بالكم يعني أن تكون من ضمن الروايات الخمسة الفائزة بهذه الجائزة. أجدد الشكر والتقدير لهذه المسابقة، على أمل أن تكون الجائزة من نصيب كتاب وأدباء وروائيين آخرين هم أيضا يستحقون هذا التكريم وهذا التتويج الإبداعي. نعم، بصراحة كتاب وروائيين سوريين كثر يعني يستحقون هذا التكريم وهذه الجائزة. ويعني على سبيل الذكر لا الحصر، الكاتب المهم والكبير سليم بركات، الناقد والروائي المهم هيثم حسين، الروائي السوري المهم والكبير خالد خليفة، الروائية السورية مها الحسن،
ويعني كثر القائمة تطول، يعني المبدعين السوريين في حقل الرواية العربية يعني لهم بصمات واضحة وجهود مضيئة ومنيرة ومهمة ولافتة تستحق التقدير والتكريم. في هالمناسبة بهذا الإنجاز أهديه هذا النجاح أهديه لأسرتي الصغيرة، زوجتي وطفلي، أهديه لكل أصدقائي السوريين أكرادا وعربا وأصدقائي من قوميات أخرى. كذلك أهدي هذا الإنجاز، هذا النجاح لوالدتي وأخوتي، على أنه ابنها استطاع أن يقدم شيئا للقارئ فيه ربما يكون فيه قيمة إبداعية لافتة، قيمة إنسانية لافتة. ولا يمكنني يعني في هذه اللحظات إلا أن أقبل يدي أمي وأقبل كل أخوتي وأحتضنهم بعمق، وأقبل كل أصدقائي وصديقاتي وأحتضنهم بعمق. لحظات يعني مهمة وفارقة في حياتي وفي تجربتي وعلاقتي مع الكلمة والكتابة. أيضا أهدي هذا النجاح لروايتي إلى كل من صوت بنعم في استفتاء كردستان العراق وقال نعم للاستقلال، نعم للحرية، للكرامة، في يوم 25 سبتمبر الماضي. كما أهديه لكل من قال نعم في استفتاء كتالونيا، ولكل من يقول نعم لحرية التعبير عن الرأي، لحرية تقرير المصير على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، بصرف النظر عن قومياتهم وأعراقهم وميولهم الفكرية أو توجهاتهم الدينية. هذا الإنجاز أو النجاح المتواضع أهديه لهم جميعا، وأتمنى أن يكون يعني عربون محبة وسلام للجميع لطي صفحة الحروب والخلافات والصراعات والنزاعات بين الشعوب. أيضا يعني أقف بإجلال واحترام أمام شهداء الحرية في كل مكان، شهداء الحرية والكرامة، ثورة الحرية والكرامة في سوريا، شهداء الكرد والعرب من أجل الحرية، شهداء كل الشعوب التواقة للحرية. أهديهم هذا العمل الروائي على أمل أن أقدم شيئا جديدا لافتا يتجاوز ما كتبته في هذا العمل. هذه الرواية هي جزء مما أمكنني قوله في هذه الحياة. بكل تأكيد هنالك أمور كثيرة ينبغي قولها وتدوينها، والحياة هي يعني متعة العيش من أجل أمور نفقدها أو نفتقدها، في البحث عن الأمور نفقدها أو نفتقدها. الحياة هي مسيرة طويلة وسفر لا ينتهي من الاحتمالات والمصادفات. بكل تأكيد الإنجازات الإبداعية، الإنجازات الثقافية ليست وليدة الصدفة، إنما وليدة جهد مبذول اقترفته وارتكبته في هذا العمل، على أمل أن يكون الجهد القادم يتجاوز
هذه الرواية ويرقى لمستوى الذائقة النقدية والذائقة القراء وذائقة المبدعين، قراء العربية والقراء بكل اللغات. أشكركم جزيل الشكر على هذه الثقة. أشكر جائزة كتارا، أشكر الأصدقاء الذين كانوا إلى جانبي، الذين وقفوا إلى جانبي. أعتبر نجاحاتهم نجاحاتي، وأعتبر نجاحي أيضا في هذه الخطوة الروائية نجاحا لهم، على أمل أن نلتقي قريبا في مناسبات ثقافية وإبداعية أخرى. دمتم بألف خير.